السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متابعين قناة أمي. ولكم مرحبا بكم واللي دخلوا معنا جديد، ولكم مرحبا بكم في قناة أمي. وما تنسوناش باللايك لكي يصلكم إن شاء الله كل جديد، وتكبر معكم قناتي إن شاء الله. ربي يحفظك. اليوم جبت لكم وصفة رائعة، وصفة السمك للمحبين السمك. نبدأ بسم الله على بركة الله. حضروا السمكة، نفتحها من البطن، ننزع منها الأحشاء اللي في بطنها كما ترون في الصورة. نطفوها مليح ونغسلوها بالماء والخل أو القرص، ونقطعوها مليح من الماء ونروحو نحضرو تتبيلة رائعة، ستكون رائعة. التتبيلة هي الثوم، عندنا الثوم مهروس، الكمون الأبيض اللي الحوت يمشي ديما مع الكمون الأبيض، فلفل أكحل، الكركم، الزنجبيل، الفلفل العكري، الملح بدون ما تنسوش الملح، طماطم مصبرة، ملعقتين من الطماطم المصبرة، نضيف لها ملعقتين من زيت الزيتون، نضع ونعصر حبة القارص مليح للسمك. حنا الريحة تاع السمك نقصنا منها. خلطهم جيدا، نضعهم على السمكة داخليا وخارجيا، حكوهم مليح للسمكة كما ترون في الصورة. ونحضروا الفارينة اللي هو طحين، نضع فيه الكركم والكمون والملح، راه يعطينا بنة مليح، يعطينا قرمش. تبلوها مليح كما راكم تشوفوا، ستكوني خرجت هايلة، خرجت مقرمشة. والبنة ما نحكيلكمش عليه، لأن التوابل هي اللي تحسن المذاق. نضعوها في الطاحين من كل الجوانب، كما تعرفون السمك هو صحي، لازم نتناولوه على الأقل في الشهر مرة. كما راكم تشوفوا، نروح نحضروا المقلاة، نضع فيها الزيت كي يسخن معانا، نضع السمكة في الزيت ونخلوها تطلع، ونروح نحضروا حضرت أنا معها البطاطا مقلية والرز. تزيين يكون اختياري. ما تنساوش حبيباتي، تنساوش اللايك، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.